هلا وهلا. اليوم نبلش بهاي الوصفة مال الدولمة. هسه هاي الحشوة، تابعوا وياي الفيديو الأخير حتى تشوفون النهاية. بعد حبايب، وهذا هسه خليناها على النار بعد بس تكمل نشوفكم النتيجة. شوفوا لي المنظر هنا بعد ما فارت أو بدأت تفور شوية، راح أنصي النار على هاي الدرجة. على هاي الدرجة أنصي النار، راح أتركها على راحتها ساعة كاملة. قربت تستوي. أنا طريقتي فرقع دهن، أخليه يحترق زين وأخليه على الوجه هنا قبل ما أقلبها. لما أقلبها تصير شلون شوية دهينة، وإحنا يحبوها جماعتنا بيها شوية مي، ما يحبوها ناشفة. وإن شاء الله عليكم بألف عافية. يقولون نفسيتها طيبة تطبخ طيب، هالقبل يقولون الأكل نفس. شنو رأيكم بهاي المقولة؟ كتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وانتظروني راح أقلبها وأشوفكم النتيجة. أنا احترق الدهن، ونقلبها كم دقيقة بس ونطفي النار وأقلبها وتشوفون النتيجة. وهاي حبايبي النتيجة النهائية. طبعا ايش قد حطيت لها مي وهمينه نشف. إذا تحبون تابعوا قناتي، يعني مو أنشر بس على الطبخ، يعني أنشر كل شي يجي على بالي، هواياتي، كتاباتي. هاي ثاني طبخة أنزلها بالقناة. مرات أنزل طبخات ما حد يعرفها، يعني أشياء إحنا متوارثيها من بيبيتي. فإذا تحبون تابعوا قناتي حتى أنزل لكم بعد أشياء غريبة وحلوة، يعني ما أقصد على الدولمة، أكو طبخة ثانية بقناتي شوفوها مال الدجاج البالوني. وسلامكم العافية ومع السلامة.